السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نعمل غدا خفيف كده عشان الحر اللي احنا فيه، وهوريكي ازاي البانيه بتاعنا الطبقة اللي عليه ما تفكش ابدا، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش وحلو ولونه ذهبي. وكمان عملنا منه كريب بشكلين، الشكل العادي بتاع الكريب اللي هو المثلث دوت، وكمان شكل اسطواني. تعالي نشوف عملنا ايه. اول حاجة احنا هنتبل البانيه بصلة مفرومة ناعم قوي في الكبة، وحط عليها حبة ملح وحبة فلفل عشان بس تتفرم كويس قوي. وهبتدي ان انا اجيب شرايح البانيه بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدا وصفيتها من اي مية فيها. هبتدي بقى اصفي البصلة بتاعتي كويس خالص، واحط باقي التوابل بتاعتي. يعني انا معايا كده مية بصل، ماشي. احط عليهم ايه بقى؟ شوية فلفل اسود كمان، وسبع بهارات، وشوية كاري. يعني مش هكتر كتير في بهارات كتير، لا ده كده ببساطة حلو. وكمان ليمون، والمكون بقى السحري بتاعنا اللي هو اللبن هيخلي البانيه طري خالص، وكمان مقرمش من بره وطري من جوه، وحاجة كده جوسي وجميل قوي. حضرت الطبقة بتاعتي وكانت بقسماط مطحون، ممكن تحطي فيجيتار براحتك خالص. تبلته بشوية بس سبع بهارات كده هتديله طعم خفيف، هو اصلا متبل يعني. تمام. احط بقى قطع البانيه بتاعتي ادوس عليها كده حبة بايديا كده، بحيث ان انا ادخل الفيجيتار فيها كويس قوي من كل الجوانب كده، واتاكد ان هي كل حته دخلها فيجيتار كويس جدا. بضغط عليها كده باطراف صوابعي، يعني مش ضغط شديد يعني، لا مجرد بس ان انا بتاكد ان البقسماط دخل فيها كلها. تمام. والخطوه دي مهمه قوي. تعالي بقى نركنهم على جنب في اي صينيه كده، ونحطهم في التلاجة مش اقل من نص ساعه. هنقلي في زيت مش غزير قوي، بحيث ان الطبقه اللي فوق ما تفصلش مني. لو حابه زيت غزير جدا يغطي الايه القطع كلها براحتك، بس طبعا ده نوع برضو من توفير في الزيت. هخليها بقى تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انا عاوزاه دوت. انا بوريهولك انها فيها نوع من القرمشه، وهطلعها على صفايه علشان ما تبقاش طريه. هجيب بقى الكريب بتاعي تنتها نصين كده، ماشي. وحطيت اللي انت عايزاه بقى، كاتشب، مايونيز، توميه، اللي موجود عندك. شرايح كده بطاطس مقليه، ممكن تحطي خيار مخلل، اي اضافات الولاد عندك بيحبوها. انا حطيت اللي متاح معايا. والبانيه قطعته شرايح بالطول كده، بحيث ان انا اعمل منه سندوتش الكريب، ويبقى زي بتاع بره كده اللي بيجيبوه الاولاد. طبعا ممكن تضيفي خضار زي القوطه والفلفل. انا عندي الولاد مش بيحبوا مثلا الخضار قوي فيه، بس هو ممكن تحطي له اي اضافات تحبيها، زيتون. تمام. ملفناه بالطريقه دي. هوريكي واحده كمان. تنينا الكريب من النص، ماشي. بتدهني في الحته اللي في النص معانا، مش عليها كلها. خلاص. كاتشب، مايونيز، شويه بطاطس، نفس الخطوات اللي قلناها. خلاص. نحط مثلا قطعتين كده من البانيه المقرمش اللي احنا عملناه بمنتهى البساطه والسهوله، ما خدش دقايق اصلا. ممكن تسيبيه في التتبيله حوالي ساعه بس، مش شرط من بالليل، لان البانيه من الحاجات اللي بتتبل بسرعه. خلاص. هنا بقى بصي بتنيها ازاي، النص ده وبعدين النص ده يطلع لك الشكل المثلث اللي بتحبيه. طاسه على النار فيها بس يا دوبك معلقه زيت واحده. خلاص. هسيبها تسخن واحط فيها الكريب بتاعي، ياخد لون كده خفيف الاولاد بيحبوه من الجانبين. تمام. اعملي بقى الكميه اللي تحبيها. انا كنت حاطه معاها جبنه موزاريلا، بحيث الولاد هما بياكلوا كده تمط معاهم وبتبقى ظريفه قوي. هنعمل شكل كمان. هتني الكريب بتاعي بس مش بالنص بالظبط، زي ما انت شايفه كده، بخلي فيه حته كده زياده. تمام. احط في النص هنا برضو كنت عاملاه سندوتش بطاطس يعني ساده، طبعا على حسب الطلب بتاع الولاد. عايزه تضيفي خيار مخلل بيمشي قوي في الاكله ديت. سندوتشات سهله قوي وسريعه جدا. اهيت عملناها مع بعض كده شكل اسطواني جميل قوي. ممكن تقسميه من النص بعد ما يستوي، وممكن تسيبيه براحتك عادي خالص. عملنا واحد كمان، وهنا كنت قليت البانيه كله وحطيته هنا على جنب. البانيه ذهبي ومقرمش، ويعني من جوه طري خالص. اللبن بصراحه مكون سحري قوي ليه. او كمان لو ما عندكيش لبن، ممكن مثلا معلقتين زبادي ومثلا معلقه خل. تمام. الحاجات دي من الحاجات اللي بتطري الانسجه بتاعه اللحوم خالص. بس اللبن بصراحه كان نتائجه معايا تحفه قوي، كان بديل البيض بتاعنا. يعني هنا البانيه بتاعنا ما استعملناش بيض. نتائج مبهره. الكميه كويسه، لان طبعا حطيت بس يعني شرايح خفيفه منه جوه الساندوتش، فبالتالي كفى معايا كميه كبيره. تمام.